اهلا بيكم في قناة مامة ريم وكارما. هنعمل النهاردة عصير مانجا اقتصادي. منجية واحدة بس هنطلع منها كمية كبيرة من العصير، وفي نفس الوقت هيكون قوامه حلو وتقيل، مش هيكون خفيف ولا اي حاجة. يعني لو جالك ضيوف على غفلة كده وكميتهم كبيرة وعندك منجية واحدة هتعرفي تتصرفي وهتقدمي لهم عصير طعمه حلو جدا وهيشرفك، ما تقلقيش. بص القوام بتاعه عامل ازاي. القوام بتاعه حلو جدا ولونه وشكله وطعمه كان في منتهى الجمال. محدش يصدق ابدا ان العصير ده معمول بمنجية واحدة بس. في نفس الوقت الاضافة اللي هنحطها عليه مش هيكون ليها طعم نهائي في العصير. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله وتشوفيه قبل اي حد. مبدئيا كده اي نوع مانجا عندك ينفع. انتوا لو هتشربوا العصير ده على طول يبقى تعملوه بقشره، ولكن لو هتسيبوه في التلاجة شوية يبقى يفضل ان انت تشيلي قشر المانجا، بيخلي القوام بتاعها حلو جدا. ولكن في عيب ان احنا لو عملناها وسيبناها شوية في التلاجة هنلاقي لونها اتغير، اغمقت كده، وتاني يوم هتكون اسودت. فانت لو هتعمليه وتشربيه على طول يفضل ان انت تعمليه بقشره، لكن لو هتسيبيه شوية في التلاجة يبقى الاحسن ان انت تقشري القشر بتاعه ده. والقشر بتاعها ما ترميهوش، اضربيه مع كوباية مية كده واشربيه بقى في ساعتها، هيطلع لك كميه كويسه من العصير. سبق وعملت معاكم عصير المانجا ده قبل كده في فيديو التفريزات، انا نزلته لكم السنه اللي فاتت. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف، اضغطي على عنوان الفيديو هتلاقي اللينك قدامك. انا قشرت المانجا بتاعتي وبقطعها زي ما انتم شايفين كده. المانجيه الواحده في العصير الطبيعي بتعمل حوالي كوبايتين من العصير، يعني تحطي عليهم كوبايتين ميه وتعملي كوبايتين من العصير. لكن انا المانجا دي عملت حوالي 1.5 لتر من العصير، يعني حوالي 6 كوبايات. ممكن تضربيها على طول في الخلاط او في الكبة. انا هعملها بالهاند بلندر كده، بيسهل عليا كتير وانا بحب استعمله اكتر من الخلاط. المانجايه دي هحط عليها حوالي 1.25 لتر كده من الميه الساقعه متلجه. وطبعا السكر بيكون حسب الرغبه، يعني انت تحطي 3-4 معالق تمام، عايزه تحطي اكتر برضو تمام، مفيش مشكله. يعني دوقي كده وظبطي طعم السكر زي ما انت حابه. هضربه بقى كويس جدا بالهاند بلندر لحد ما يتفرم كويس جدا معايا. طبعا القوام دلوقتي خفيف، هقول لكم على المكون اللي هيتقله بقى معانا دلوقتي. بعد ما ضربته كده معايا هجيب زي كزرونه كده او حله صغيره عندك، احط فيها شويه من العصير وهحط عليها معلقتين كبار من النشا. طيب لو ما عندكيش نشا، انا برضو ما عنديش نشا، فحطيت معلقتين كبار من الدقيق. هقلبهم كده زي ما انتوا شايفين وهاخدهم وارفعهم على النار. اول ما تبتدي تسخن كده معايا والقوام يتقل اقعد اقلبها عشان ما تكتلش معايا، سيبها لحد ما تغلي وتتقل كده زي ما انتوا شايفين. بصوا هي طبعا لما بتبرد بتتقل اكتر، وانا عامله العصير بميه ساقعه، فمجرد ما احط الخليط دوت على العصير بتاعي هيتقل وهيبقى قوامه كويس وحلو جدا. لسه رافعاه من على النار، يعني ما استنيتوش يبرد ولا حاجه، وحطيته على العصير بتاعي كده العصير متلج. وهديله ضربه تاني كده بالهاند بلندر. ما تقلقوش، احنا سوينا الدقيق كويس على النار فطعمه مش هيكون باين نهائي. انا كان عندي ضيوف وقدمت لهم العصير ده وعجبهم جدا وما حسوش بطعم دقيق ولا اي حاجه خالص. عصير مانجا طبيعي، عمل لي كميه كبيره اللهم بارك، وفي نفس الوقت قوامه حلو مش خفيف كده، حاجه تشرف يعني قدام الضيوف. بصوا وانا بصبه كده القوام بتاعه حلو جدا. الكوبايه بتاعتي دي كبيره، يعني بتاخد 1.5 كوباية من الكوبايات الشاي العاديه، فالمنجية الواحدة عملت لي 6 كوبايات من الكوبايات الكبيرة دي. يعني لو هصبهم في كوبايات عادية من بتاعتنا اليومية دي هيعملوا لي حوالي 9 أو 10 كوبايات. بصوا بقى قوامه حلو ازاي، عصير مانجا طبيعي وفي نفس الوقت قوامه حلو جدا وطعمه والله في منتهى الجمال. انا عايزاكم تجربوه وهيعجبكم جدا. طبعا لو عندك كميه مانجا كبيره اعمليها ومش محتاجه ان انت تعملي خطوه الدقيق دي، لكن لو ما عندكيش وهيطب عليكي ضيوف اعمليه وان شاء الله هيعجبكم. وبكده اكون خلصت حلقة النهاردة. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو. لو استفدتم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب لقناة مامة ريم وكارما على اليوتيوب، والسلام عليكم.